الساعة هاي طيرة. عسلامة عسلامة، صباح الخير صباح النور للناس الكل. ان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو، ان شاء الله هكا تتفرجوا عليه. ما نعرفش بالحق شنو نحكي شنو نقول. ريتو الفيديو هذا منتجته، عاودت باش نمنتج باش نوضح علاش ما هبطش. بالنسبة للتهبيط عملتها في الانترنت، ما حبتش تمشي بالكل ولينا بدلنا الفلاي بوكس وتنرجع نحكي فيه الموضوع بعد شوية. بالنسبة للانترنت شكون يحب ياخذ تفسير والكل. حبيت نوريكم خبزة الجاتو نتاع عيد ميلاد ولدي، هذه عملتها له في عيد ميلاده. بالحق خسارة ما صورتش، اما راهي جت معناتها مش فجأة. تعرف انتم عيد ميلاد معناتها نهار في العمر ما يتغيرش، دات ما تغيرش مستحيل. اما اول مرة صغاري قالوا لي نحبوا ناخذهم الباتيسيري، بعدين باباهم اقنعهم قالوا مريم ماما تعملها انظف وخير والكل. هما الحقيقة علاش حبوا ياخذوها من الباتيسيري باش يشوفوا فيها صورة باتمان وصورة معناتها اللاعبين الكورة اللي يحبوهم والكل. على كل المهم لهنا حبيت نصورها لكم. شوفوا رغم اللي هذه معناتها صورتها بعد بنهارين، اما شوفوا ما شاء الله معناتها كيفاش باقية نفسها الكريمة نفسها وبنينة قد ما نقولكم بنينة ما تصدقوش. كلها فاكية كلها هكا وين تاكل تقرميشة الفاكية، بحكم كيف تعمل حاجة ليك قد ما تخسر عليها ماكش عاملت لها حساب. فهمتوا؟ مش كيف باش تبيع حاجة ديما تقول غالية على الكليونت ولا حكاية هكا. فهمتوا؟ لا، باش تعملها ليك عادي، تكون غالية تكون رخيصة ما يقلقكش. بالنسبة ليا خاطر هكا مش كل يوم معناتها الحاجة تتعاود، مش كل يوم باش تصنع معناتها خبزة قطو كيما هكا. مش كل يوم معناتها باش تتلم عندك العباد، مش كل يوم عيد ميلاد ولدك ولا فرحة ولدك. ان شاء الله ربي يفرحني بيهم، وان شاء الله ربي يطول في عمري ونوصل لهم ونحقق من نتمنى ليهم هما ويحققوا امانيهم يا ربي. المهم انه نفرح بولدي، نفرح زاده باللي جاني، نعطي حاجه بنينه. هذاك وقتها الغايه متاعي. المهم لهنا هذا صبحة العيد ميلاد. بالطبيعة هما الحقيقة أخواتي، ربي يفرحني بيهم ويفرح بابا وماما بيهم، وربي يعطيهم ما يتمنوا. وسلفتي زادة ربي يقدلها في ولدها وربي يعطيها ما تتمنى. ما خلوا ليش الدنيا معناتها حايصة لايصة. فهمتوا؟ الحقيقة اللي نظفوها أخواتي الدار، أما سلفتي قامت معايا كل شيء من العشية معايا، طيب معايا، حضرت معايا كل شيء، وهي هكا تلم المعون وهما يغسلوا. الحقيقة كيفاش يقولوا فيها هذيك حمل الجماعة ريش. صار معايا هكاك. المهم وديما معناتها في مناسباتي كلها راهم تلقى دارنا واقفين معايا، تلقى سلفتي زاد الحقيقة كيف معناتها كل وقفة مع بعضنا ترتاح، ما تحسش بها الحاجة كت معناتها ضيفة ولا مناسبة ولا حكاية تبدا معاك برشا عباد ما تحسش بها. اما كيف تبدا وحدك تبدا تقضي وترتاح. وقتاش حسيتها هذه؟ وقت اللي مثلا وقت اللي نرحل في دبشي، وقت اللي رحلت لداري، وقت اخواتي يقروا وكانوا ديما يقولوا لي معناتها ندى استنى تنجوك في الليل ولا استنى نجوك العشية، وما كنتش نستنى. معناتها انا ما كنتش نستنى، لازمني لم معوني ولازمني. فهمتوا؟ معناتها على عيني نحس روحي خير باش نغسل المعون، باش نغسله، باش نخليه يا اخي. وقتها بالحق تعبت بطريقه غير عاديه. وقتها وين تفكر نحسها مش كيف توا لا قريبه لدارنا، اقل حاجه تليفون يجوني، مش كيف قبل بعيده. والحمد لله يا ربي على كل حال. المهم اللي هنا من غدوه نظفت الدار. هي لما حالة بقت لي نظيفة الحقيقة، خاطر السهرية كانت في السطح، مع استدعيت دار محموية كلهم، عماته معناتها عمات ولدي اللي هما اخوات راجلي، خالاته اللي هما اخواتي، دارنا. فهمتوا؟ هكا الفامي. وعملنا العيد ميلاد. بالطبيعة كانت السهرية في السطح كما قلت لكم. الدار ما حست ليش بخلاف الكوجينة. الحقيقة الدار كما هي معناتها كيف ما هي بالضبط. حتى الدبش اللي سهرنا به هبطوا لي جراري، هبطوا لي المخاد، اما بقتك الزرابه اللي فرشتها الفوق والقياسات والميده
وهذوك كلها بقوا من غدوة الصباح كيف قمت للفجر بكري صليت مازلت هكا الدنيا مظلمة وكل، وليت لمتهم الصباح فهمتوا. ورجعت رقدت فقت مأخر خاطر بطبيعة فايقة بكري، والحقيقة ديما وين نرجع نرقد راني كي نرجع نرقد نفوت 10:30 هكاكا يمكن. المهم كيف رجعت رقدت حتى صغاري صدقوني خليتهم من غير فطور كي هبطوا اللوطة لحماتي، ما نعرفش هما يمكن جبت لهم سلفتي يمكنش مش عارفة، المهم خاطر هما فاقوا لقوني راقدة صغاري معناتها وقت اللي فاقوا لقوني راقدة هبطوا اللوطة عند حماتي. وليت أول ما فقت قلت خليني نعمل لهم حاجة ياكلوها، هذه الحاجة الأولى وهونوا منها فطور منها غدا، ما عادش وقت يمكن هنا يمكن 11:30 هكاكا. المهم باش نعمل ساندويتشات، وباش نعمل راجلي يحب هكا بلاي تكون فيها ريسة وسلطة خضراء، مانيش باش نعمل حاجة معناتها كبيرة ولا لا الموجود. باهي بالنسبة الفيديو البنات ما نعرفش قولوا لي بالحق كان تحبوا نرجع للتصوير القديم خاطر حسيت المشاهدات ناقصة، كنت تحبوا نرجع للريتم القديم قولوا لي، كنت تحب نخلي الفيديو هكا على طبيعته قولوا لي زاده. ولهنا بطبيعتي كيف قمت مأخر عندي اللي شوفنا كيف نفرش الميدة حتى كيف يجون ضياف، الحقيقة ديما نحاول نستحفظ على حاجتي فهمتوا، تعز عليا الحاجة تعشرني تعز عليا بأي حاجة، أي حاجة تخيلوها انتوما راهي تعز عليا كي نعشرها والكل. كما قلت لكم أحواجي تعز عليا ديما هكا ماخذة كيما نقولوا كنا بيت كبار نفرشهم تحت الميدة مفرشهمش فوق الميدة. كيف معناتها فقت مأخر بطبيعتي وليت خدمت الغسالة، غسلت بأول مرة بيدي باش نحيل ماكلي دام والكل، وبعدين هما والمنادل وكل شيء، وبعدين خدمت الغسالة وحطيتهم يدوروا يتغسلوا. قلت خليهم يتغسلوا الغسالة تنظف غير، مهما نحك بيدي نحس الغسالة الحقيقة تنظف غير فهمتوا. وما حبيتش نضرهم بالجافيل باش ما يفسدوش، رغم اللي معناتها نفرشوها اللوطة والكل اما ما تفسدليش. كان يكونش مثلا فوق بيت الفطور لما حالة وقتها ما نفرشش، رغم اللي صغار من صغار كيف نتعشى ولا نفطر في الكوجينة بحكمك الطاولة البيضة البلاستيك نهزها ونفرش تحتها، وبعدين نحط الكراسي ونفطروا ولا نتغدوا ولا نتعشوا، وكيف يكملوا نولي لمها فهمتوا، نولي لمها وكيف كيف نفضها كان ما فيهاش دام ما نغسلهاش، كان فيها دام نولي نغسلها. جيت لهناك راكم ريتو قشرت البطاطا وباش نقليها وباش نتعدى نقص السلطة خضراء فهمتوني، باش نقلي البطاطا ونتعدى نقص سلطة خضراء. ريتو القليه ما نعرفش البنات علاش في ساعة ما تعمل هكاكا بالزيت، رغم اللي المره الاخرى شنو عملت سخنتها بالكدا ورشيت عليها البرودوي وغسلت به في ساعة ما يتنحى فهمتوا. اما المره هذه ما نعرفش علاش في ساعه ما يتحنكلوا لي القلايات كلهم، مش قلايه كهو اي قلايه نبدا هكا نستعملها وكل في ساعه ما تتحنكل لي من برا بالزيوت، رغم اللي نحي الزيت ونغسلها ونعاود نرجع معناتها الزيت مره اخرى. صحيح الحقيقه باش نقول لكم كل مره نقلب زيت جديد لا، اما مثلا زيت بطاطا نقلي به مرة أخرى بطاطا، نستعملوا للعظام نستعملوا للحوت كلي مش بعت الاستهلاك نتاعو ولا لا، معناتها نجم نستعملوا حتى مرتين ثلاثة وقت اللي يبدا نضيفه، نجم نستعملوا مرة كهو مثلا زيت العظام مستحيل كان نعاود نقلي فيه فهمتوا، نجم نستعملوا مرة كهو ما عادش فهمتوا. مش بعت طول المدة لا بيت انه يكون الزيت صالح ولا مش صالح بالنسبة لي. المهم ريتو هكا من خلال التصوير البنات لاحظت روحي زادة، لاحظت اللي تعرفت على حركتي الأصلية، مش كيف انه المنتج الفيديو يبدأ الفيتيس قوي ولا ضعيف، لا هكا كيف معناتها بديت نصور تصوير عادي لاحظتوا حركتي اللي ما نعرفش نحس روحي بديت كي نبدا هكا نحط الكاميرا والكل نبدا نبطئ في روحي
فهمتوا، باش يجي تصوير مزيان والكل نبدا هكا نبطأ في روحي. اما راهو في العاده انا في اصل كيف نقضي قضيتي نقول علاش نتبوخل ونقضيها على مرتين ثلاثه ومعناتها ومني كنت باش نشد فيها نص ساعه تشد لي ساعه، خلينا نزرب روحي. ما باش يقضيها لي حد، ما باش ينظف لي حد، ما باش يعمل لي حتى حاجه، معناتها حتى حد. احسن ومن المستحسن اني نزرب روحي ونكمل قضيتي ونمشي نركش ولا نعدي وقتي مع صغاري، خاطر من اكثر الحوايج اللي تغيظني انه يتعدى لي وقتي هكاك فارغ وما نعديش مع صغاري. ما هذيك اكثر حاجه بالحق تغيظني في نهاري تتعدى. ان شاء الله جمعة هكا مباركة عليكم وعلى الناس الكل. نسيتها بكري ما قلتها لكمش، اما ان شاء الله هكا جمعة مباركة عليكم الكل بنات وبالحق نحب ننصح حاجة بصفتها ونهار جمعة وكل. ننصحكم هزوا صغاركم للجامع، خلوهم ديما يمشوا مع باباهم مع عمهم خيلهم جدهم. حاولوا بربي ابعثوا صغاركم، خاطر بالحق كثر الفساد للصغار مش عادي بطريقة غير عادية اللي نشوف فيه في الشارع. معناتها راني نبقى مستغربة نهز صغاري يترينوا، نبقى مرات هكا نبقى هكا واقفة نخزر للصغار وكله، ولا نخزر هكا للشارع ولا فهمتوا، نسمع في كلام من عند الصغار، نسمع في حديث بالحق نبقى مستغربة. نفكر معناتها اللي نحن منين صغار في نفس عمرهم ما عندناش حوايج هكا، ما عندناش تفكير هكا، ما عندناش كلام هكا نحشموا نقدروا. لا توا والله شيء غريب، والله شيء غريب. ربي يهديهم وربي يصلح رايس صغيرات الكل، بالحق ربي يصلح رايس صغيرات الكل. حاولوا بالحق، حاولوا حتى صغيرك ماهوش يصلي وانت باش تمشي تصلي، اجا ولدي صلي معايا، اجا انت تتوضي، اجا معناتها تقوم بالوضوء معايا، اجا راهو من اكثر الحوايج اللي تعاونكم وتساعدكم على تربية صغاركم هي القرآن. ننصح به الناس الكل بنات، خاطر بالحق اللي يغيظوني صغار هكاكا ماشيين في هاوية واللي يغيظ اكثر اللي الشارع ما يرحمش. فهمتوا، حاولوا استحفظوا على صغيراتكم وربي يحفظ الصغيرات الكل. وزيدا بالمناسبة هذه نحب نبارك للي نجحوا في الباك، ان شاء الله مبروك عليكم. نتفرج في الفيديوهات والله لوين بكيت، معناتها فرحة الباك وكلها، والله لوين بالحق بكيت. تفكر عاملون نجحت اختي زاده محلاها بالحق الفرحة. اما الحقيقة الامانة ما عادش فرحة الباك كيف فرحة تقبل، حسرة ما نعرفش علاش، اما قبل فرحتها احسن واكبر وخير. توا والله فما شكون جيرانا هنا نجحوا، تعرف سمعت بهم اليوم الصباح، فما كعبتي سمعت بهم اليوم الصباح، معناتها من كثر ما العباد ما عادش مهتمه باهي. على كل صاي فما قصيت سلطه وتعديت لهنا، خذيت طرف صدر دجاج باش نعمل للصغار لازانيا للعشاء. اللازانيا جيست قلت خليني نعملهم هكا اللازانيا، وكل ما دامني واقفه في الكوجينه بطبيعتي العشيه عندي فلاحه مشتلها والكل، كيف نروح ما نبقاش نحرك والكل ديريكت هاوين وعندي ما نسخن لهم، وراجلي باش يبقى يلعب الكارته في دار حماتي هانو يتعشى عندها، رغم اللي جا وقال لي راني جيعان، معناتها اعطيني ما ناكل. يعاود راجلي ما وشكل شخص الوكال ياكل لك هكا شويه وبعدين يحب يحب ديما يكون الماكله موجوده ويعاود، خاصه في الليل يتعشى بكري، يذن المغرب يمشي يتعشى، وبعد العشاء يقول لك اعطيني حاجه ناكلها. اذا كان حتى مش ماكله عاديه لازم هكا حكايه، اي حكايه تكون مهم حاجه تتاكل. باهي صاير لهنا قصيت صدر الدجاج وحطيته لهنا في الكسرونه باش نقص عليها زاده بصله شويه زيت زيتونه، ونحطهم هكا يتقلوا شوي البصل وزيت زيتونه والدجاج. دوب ما هكا يتقلوا شويه نزيد عليهم طماطم كعب مرحيه، ونزيد عليهم طماطم معجونه ونخليهم يطيبوا في عقل. لهنا قصي الماء ريتو اول مره يقطر لي تقطير، معناتها وقت اللي نغسل في البطاطا يقطر تقطير، تو قصته وانا لازمني وقت اللي نعمل كان يبدا دجاج يبدا اللحم الحقيقه ما يعيفنيش قد الدجاج، الحوة الدجاج هذوما اللي يشدوا في اليد ياسر، لازمني وين باش نمس الدجاج نمس حاجه اخرى لازمتني نغسل ايدي، مش كيف مثلا باش تمس خضرة باش تمس منعرفش منديلة وترجع الماكلة، مش كيف فهمتوا. المهم صيي لهنا طاب الفريت
باش نحط تقريبا هنا آخر قلية خاطر سي كام غسلت البول اللي كنت حاطة فيها البطاطا والكل. لهنا سي آخر قلية متاع بطاطا، وباش نقلي بطبيعتي العظام. باهي نعطيكم طريقة في قلي العظام، رد بالكم ديما تقلوها في انه يكون استغفر الله يا ربي الغاز قوي. حاولوا ديما بالنسبة لي نحسها أبن وما تجيش محروقة على جناب وكل، على عكس هنا نسيتها شوي. أما حاولوا يكون الزيت دافي ماهوش سخون، فهمتوا؟ هو يبدأ دافي وانتي حط العظمة، خاصة اللي يحبها مروبة لازمتها تطيب على هكا نار ضعيفة، ولا كما قلت لكم زيت دافي، ما تكونش هكا قوية، خاطر تكون قوية أول حاجة تحرق لك من برا وما تطيبش من داخل. اللي يحبوا العظمة طايبة كيفي. والحاجة الثانية حتى كان تحبها مروبة ما تعطيك شكل منظر المزيان، تبدأ تتقرمش على جناب، والعظام كيف تبدأ تتقرمش تفقد بنتها، ما عادش فيها بالكل ما يتاكل. على عكس معناتها صغاري راجلي راهم ما يحبوهاش حتى شويه هكا نقولوا مروبه، لا ما يحبوش، يحبوها طايبه. حتى انا زاده نحب العظام طايبه، ما نحبهاش زاده مروبه. وما نعرفش كيفاش على عكس بابا ياكلها معناتها مروبه وكل، اما بالحق نبقى حايره كيفاش ياكلوها مروبه، ما نعرفش. براتنا القنساء ياكلوها مروبه، نستغرب العظام كيفاش تتاكل مروبه بالحق. وخاطرنا نحبها ياسر العظام، معناتها نحبها مسموطة، نحبها أومليت، نحبها في طاجين، وما وصلتش إني حبيتها مثلا باش ناكلها مروبة، فهمتوا؟ أم فما عباد تاكلها مروبة ويقولوا اللي مروبة أصح. باهي اللي هنا سي تقلل البصل وتقلل السكالوب تاع الدجاج. جيت باش نعمل باش ننحي الطماطم ونزيدها على السكالوب والكل. هنا كيف ما راكم ريتو سي معناتها هكا خذا كيفاش يقولوا فيها تشلويحه ولا ما عرفش، المهم وليت ريحه الطماطم. وباش نحطها على الدجاج، باش نزيدها زاده مغرفه طماطم معجونه ونخليهم يتقلوا لوين تعاود تقر زيتها مره اخرى، وتبدا تتقلك الطماطم هذيك، تولي معناتها طماطم مكعبه، تولي كاني هكا كونسونتري والكل. وبعدين نفوح ونمرق بشويه ماء مش برشا، وصي لهنا تكون هكا معناتها تحضر معايا الصوص. باهي لهنا جيت باش نعمل ساندويتشات. خذيت هريسه وخذيت سلطه خضراء بالطبيعه، وباش ناخذ الفريت وشنو اخر يا ربي والعظام وزيت زيتونه. اذا كان عندكم تون تنجموا تعملوا يبنن زاده، وفما عباد ما تحبش التون. عندي لما حاله حكه، اما قلت باش نحلها هي حكه كبيره باش نحلها باش تفسد عليا، فهمتوا؟ وليد قلت خلينا نعملهم هكاكا، وحتى هيك شي تو نهار يبدا في البروجرام نعمل حاجه بالتن ولا حكايه تو نحلها. المهم خذيت هكا حليت الخبز، وباش نعمل فيه شويه هريسه مش برشا، على عكس هي مش حاره، اما ديما فيها توزويزه شوي، مش حاره كيف الهريسه متاعنا. خذيت هكا شويه هريسه، وباش ناخذ زاد عليها شويه زيت زيتونه. تنجموا زيت زيتونه تعملوه، تنجموا لا، اما بحكم زيت زيتونه يشرب الخبز يولي يبنن. والصغاري عاملين حاله بالطياره هذه جتهم، معناتها جت لولدي كادو في عيد ميلاده، معناتها من الكادوات الكل عجبته الطياره نهار كامل، ونحن حايسين في جرتها وهي طايره فوق منا عاملين عليها جو. باهي خذيتك عملت شويه زيت، وباش نعمل هنا العظام قصيت هكاك العظام باش كل وين تاكل فم يجي معاك معناتها تستطعم نفس البنة من اول ولاخر الكسكروت. وباش نحط زاده شويه فريت، وباش نحط زاده شويه سلطه خضراء، تبنن زاده سلطه خضراء خاطر بحكم فيها بصل والكل. تحب تحطوا طماطم في السلطه عادي معناتها ما ياثرش، اما نحسها تمية هكا، علاش ما نعملهاش الحقيقه في الساندويتشات. وكملت بنفس الطريقه، وزاد عملت لهم كيما قلت لكم راجلي يحب على بلا يكون فيه سلطه خضراء وسلطه مشويه، يحبها هكا بجنب بعضها. تسيب هي بالحق راهي تجي بنينه، حطوها هكا بجنب بعضها تولي سلطه مشويه، تسيب زيتها للسلطه خضراء، وسلطه خضراء العكس، وتاخذ من نفس البنه. وقت اللي تبدا تاكل كل فم بلاصه معناتها تجي بنينه، فهمتوا؟
كهو المهم صاير هنا حضر صاير الغداء هكا تقريب صاي ما بقى حتى شيء معناتها عطيتهم هكاكا كملت الباقي زاد عملت لهم ساندويتشات جيست لهنا حبيت نصور معاكم صورت معاكم ساندويتش هكا هو يا حسرة على التصوير القديم وقت اللي آه، نبدو في الحاجة بالديتاي بالساندويتش بالكعيبة توالت معناتها حاولت ننوع شوية في التصوير علاش كان الاختلاف ونرجعوا للطيارة من الأول وجديد راهو ما نحكي لكم مش بالحق نهير نحن على هالطيارة هذه. تعديت لهنا بعد ما فطرنا والكل خاطر بحكم حطيت الطيب على نار هادية تعديت فطرت وبعدين قلت خليني نحطها ديريكت في الفور. جيت لهنا صاي بعد ما عملت صوص بيشاميل والكل عملتها معكم برشا مرات اللازانيا علاش ما ركزتش فيها. لهنا ما عندي بيريكس باللار كبير وانا حبيت على حاجه صغيره ما عنديش حاجه مربعه فهمتوا البيريكس البولار معناتها مربع الكبير نقصد فهمتوا ما لقيت عندي كان هذا في شكل ما نعرفش عينين تحسوا كيف العين هكا والكل وليت نتحايل عليه نكسر فيها تكسير اما بعدين بديت نعمل فيها بالطول جتني اسهل وخير. حطيت هكا المهم كيف ما مستنسين نعملوا فيها طبقة معناتها صوص بيشاميل طبقة لازانيا معناتها المقرونة هذيك متاع اللازانيا طبقة الصوص وفوق منها زادة نعاود نفس الطبقات بيضة لازانيا صوص حمرا هكا وين نكملها ورشيت عليها الجبن. بالنسبة لي الصوص ديما سر رفاحة وسر بنتها والعكس اللي يذوقها يقول لي بنينة معناتها اللازانيا متاعك نعمل فيها الأحبق ولا نعناع شايح الموجود ولازم يكون فيها هكا رشة زعتر فهمتوا يبنن على الاخر الزعتر جربوه وتذكروني في اللازانيا. وكملت هكاكا بنفس الطريقة معناتها البنات نعرفوها كل لازانيا كيفاش تكون وكلها كملت هكاكا بنفس الطريقة. المهم البنات هكا تقريبا نكون وصلت بكم لنهاية الفيديو ان شاء الله يا ربي يعجبكم وينال رضاكم ما تنسوش التعليقات واللايك نحبكم برشا وبالحق محليكم اتمنيت انكم راكم هكا الفيديو كما قلت لكم بتكون فيه اسئله اما الله غالب ما جيتش في التعليقات ان شاء الله نجملهم